بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوى اعتذار في التاريخ. تعالوا معنا في هذه الحلقة نتعرف على هذا الاعتذار وممن صدر ولمن كان هذا الاعتذار. حين قال أبو ذر لبلال: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني؟ فقام بلال مدهوشا غضبان حزين لقول أبي ذر له، وقال: والله لأرفعنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما حكى بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه الكريم، ثم قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر وقال: يا رسول الله، استغفر لي. ثم خرج باكيا من المسجد، وأتى أبو ذر ووضع خده على التراب وقال: والله يا بلال لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك، أنت الكريم وأنا المهان. فتأثر بلال وبكى واقترب وقبل خد أبي ذر وقال: والله لا أطأ وجها سجد لله سجدة واحدة. ثم قام وتعانقا وتباكيا. أحبتي في الله، اليوم بعضنا يسيء للبعض عشرات المرات، فلا يقول: عفوا أخي، عفوا أختي. إن بعضنا يجرح بعض جرحا عظيما في عقيدته ومبادئه وأغلى شيء في حياته، فلا يقول: سامحني، ويخجل من كلمة آسف. أحبتي في الله، الاعتذار ثقافة راقية وخلق عظيم، ويعتقد البعض أنه إهانة للنفس، فلنعلم جميعا أننا راحلون والزاد قليل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.